عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم السرديل كواري او لا كفته ان شاء الله بالدنجال. وما تستغربوش حيت كيجي واعر. انا دائما الحوت كنوظف فيه واحد الخضر اللي بزاف الناس ما كيستعملوش، ولكن صدقوني غير جربوا ان شاء الله غينالوا الاعجاب ديالكم. هذا الدنجال هذا غادي هكا نقشرو وغادي حمروه فاش ما بغيتو تقليوه، بغيتو تحمروه في الفران، بغيتو تحمروه غير في المقله بشويه ديال الزيت حسب الرغبه اللي بغيتو. وهنايا عندي فليفله غادي نشويها، فلفله حمراء وفلفله خضراء، كيبقى حسب الرغبه المقادير، يعني القياس كيبقى على حسابكم نتوما. انا غادي نشوي هاد الفليفلات ونوجد هاد الدنجال ان شاء الله ونرجع معكم باذن الله السميع العليم. هانتوما الدنجال بعد ما قطعته مربعات درت واحد شويه ديال الزيت في المقله وغادي نحط فيها الدنجال ديالي هكا باش نحمرو. صافي يتحمر ياخذ واحد اللويين ان شاء الله. هانتوما شفتوا راه ماشي قشرته كامل، حيدت منه غير هكا شويه وكنخلي فيه شويه. صافي الفليفله ديالي ها هي كتشوى. هانتوما شفتوا راه دغيا كيتحمر في المقله، كنبقاو نحركو فيه بحال هكا كيشد واحد اللويين هكا مذهب. صافي ونطفيو عليه هاد شويه ديال الزيت بلديه، وغادي ندير فيها مطيشه ديالي تشحر. نخلي المطيشه ديالي تشحر هنايا وغادي ندوزو نعطرو الحوت. هنايا الحوت ان شاء الله تعالى من بعد ما طحنته غادي ندير فيه التوابل كيف ما كتلاحظوا معايا هنا، اللي عندي فيها تحميره مدخنه والخرقوم البلدي وشويه الملح وشويه الابزار غادي نضيفهم هنايا. غادي ندير داك الدنجال اللي حمرت، غادي ندير شويه ديال الثومه محكوكه ونخلي شويه الصوص. غندير شويه الحامض المصير، غندير قزبور طري مقطع ونخلي شويه من طبيعه الحال الصوص. وغادي نعرك بسم الله على بركه الله هاد الحوت مزيان هكا مع هاد العطيريه هادي كما كتلاحظوا معايا مزيان حتى ينسجم ليا هاد العناصر كامله. عرفتوا الريحه اللي طالعه ديال الدنجال مع الحوت فنه مع القزبور، ريحه الحامض يا سلام، ما نعاودش لكم مخيره. غادي نكمل هكا باش ما نطولش عليكم. هنا المطيشه شوفوا كيفاش كتولي، كنعسلها مزيان في هاد الزويته. هانتوما كتطلق ديك البنه ديالها، عاد نقدروا نضيفوا ليها المكونات الاخرى نفس التوابل اللي درنا في الحوت، الخرقوم، التحميره، النيوره، يعني النيوره، التحميره مدخنه والابزار وشويه دقيق الملح، ما تكثروش لان الملحه عندنا في الحامض. هانتوما غتشوفوا معايا هنا كاين الحامض، كاين الثومه، كاين الفلفله مشويه. هاد المكونات غنضيفهم هنا. شاده بيد وحده وكنصور معكم بيد. غادي ندير القزبور طري نخلطوا هاد المكونات كامله مزيان. الحوت غادي يرتاح في الثلاجه على بيد من ما نكمل هاد الشرموله هادي. وهنا غادي نزيد واحد كويس ديال الماء من بعد ما خلطت الفلفله مع المطيشه. هانتوما هنا غادي نضيف داك الكويس ديال الماء. حاطه لكم انواع كثيره ديال الحوت، كل واحد كينسي في الاخر. كنتمنى من الله يعني تدخلوا تشوفوا الفيديوهات ديال انواع الكفته اللي حاطه لكم ديال السرديل في القناه. ما شاء الله كل واحد واللذه ديالو صراحه الله. وغادي نديروا ديك الفلفله الحاره من بعد ما يعني غنديروا دابا نيت ما كاين حتى مشكل. غادي ندوزو دابا نكوروا ان شاء الله الحوت.
نكورو ونتلاقاو. من بعد ما كورت الكفته ديالي ديال السردين غادي ناخذها، غادي نحطها هكا، نستفها. غير هي من الافضل تخليوها ترتاح في الثلاجه باش السردين كيشد راسو احسن. انا زربت عليها السامر على هذا الشكل. انا استفت الكفته ديال السردين ديالي، غادي نضيف هنايا زويتنات، الزيتون استعملوا اي نوع ديال الزيتون كيناسبكم. غادي نزيد واحد شويه ديال الزويته بلديه هنايا، غير خويطات هكا رقيقين. واحد شويه ديال الربيع غنخليه حتى الاخر حتى يطيب ليا الطويجين ديالي اولا النقيله ديالي. غنغطيها بطبيعه الحال هكا ونقص العافيه ونخليه يطيب على خاطره. نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت كواري بالدنجال. كنتمنى من الله انكم تجربوه، يستحق التجربه. وانا دابا باقا ما غنحطش حيت باقا كنخبز. هذاك الشيء علاش صورت معكم، هو باقي في المقيله هكا كيشهي تبارك الله. تاكلوا غير في هذه المقيله بلا ما تحطوه حتى في طبيسيل. والله العظيم الا كيشهي ما شاء الله، وبالصحه والراحه. وما تنساونيش عافاكم من اللايك. زوقتو هكا بشويه القزبر طري وداك شويه الحامض هكا اللي بغا يعصروا عليه. انا تيعجبني الحامض في الحوت بزاف بزاف. فبالصحه والراحه، بالسلام عليكم، ونتلاقاو في فرصه قادمه بحول الله. بالصحه والراحه.